السيدات والسادة النواب المحترمون، اسمحوا لي أن أخصص الدقيقة الأولى من مداخلتي باسم الحزب الاشتراكي الموحد للوقوف إجلالا وإكبارا أمام المقاومة الفلسطينية الباسلة وللترحم على الأرواح الزكية لشهداء الشعب الفلسطيني ضحايا الغطرسة وحرب الإبادة التي يخوضها الكيان الصهيوني. فكما عبر الشعب المغربي عن دعمه الواسع، فلا بد لنا من اعتبار هذا المسلسل الهمجي الأخير فرصتنا للتحرر ولإلغاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني حفاظاً على سيادتنا وحماية لبلدنا من الاختراق الصهيوني. أيتها السيدات والسادة، باسم الحزب الاشتراكي موحد نساهم في مناقشة القانون المالي، ونعتبر أن هذه المناسبة يمكن أن تعتبر لا حدث إذا لم يتم تمكن الحكومة من وعي المرحلة وترجمتها إلى برنامج ينطلق من مراجعة الاختيارات وإعادة تحديد الأولويات للتأهب لرفع التحديات والاستجابة على المتطلبات الأساسية التي عبرت عنها الحركات الاجتماعية والتنسيقيات ومختلف النضالات الشعبية، وعلى رأسها نضالات السيدات والسادة الأساتذة، وأكدتها القوى الفاعلة في البلاد من ضرورة مراجعة اتساع دائرة الفقر والفوارق وارتفاع البطالة وضرب المكتسبات في مجال الشغل وغيرها، وعي المرحلة من أجل التقدم باتجاه العدالة بمفهومها الشامل وخلق شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإرجاع الثقة المفقودة ولإحداث قطائع مع بعض الاختيارات التي زادت من استفحال الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، وخلق أجواء تضامن مستمر كما أبان عنه الشعب المغربي في إبان زلزال الحوز، ولوضع حد للظلم الذي تعاني منه الجهات المهمشة والتي تحتاج إلى مصالحة تاريخية، ولجبر الضرر وإطلاق المشاريع التنموية وإطلاق سراح معتقل حراك الريف والصحفيين والمدونين، والتقدم باتجاه بناء دولة الحق والقانون والتوزيع العادل للثروة الذي أصبح ضرورة. مشروع قانون المالية، الموارد 311 مليار درهم والنفقات 435 مليار، يعني فارق 124 مليار. هناك ضرورة للرفع من الموارد وليس فقط اللجوء للاقتراض، نظرا لتشديد السياسات النقدية ووكالات التنقيط المالية التي ربما تفرض علينا سياسات مجحفة وتقشفية، وهذا يفترض إعادة توجيه نسبة من الميزانية الفرعية باتجاه قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، إصلاح مالي وضريبي من أجل عدالة ضريبية، وضع خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد والرشوة الذي يكلفنا 5% من الناتج الداخلي الخام، إنتاج الثروة أساس اقتصاد منتج ومزدوج، حيث دور أحسن للدولة والاستثمار يجب أن تعطى فيه الأولوية لمغاربة العالم، ووضع مخطط صناعي واستغلال المعادن لومونتروبيك مثلا، وتشجيع المبادرات الشبابية، ثم مباشرة الإصلاحات لتمنيع بلادنا بالديمقراطية واحترام الحقوق والحريات من أجل حماية السيادة الوطنية ووحدتنا الترابية. المحاور الأربعة المقترحة، يعني بالإضافة إلى وكالة الأطلس التي يجب أن يتم في إطار من الشفافية حتى لا تعرف مآل الوكالات السابقة. هناك ضرورة لوكالة الريف والأطلس المتوسط، هناك ضرورة لدعم الفلاحة الصغار ووضع مخطط للنهوض بالعالم القروي وليس 19 عقد برنامج الجيل الأخضر بدون تقويم المغرب الأخضر. هناك ضرورة لإرساء أسس الدولة الاجتماعية لأن مقوماتها هو الهدف لإحقاق عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون دولة ديمقراطية. اليوم هناك تعميم لبرنامج تيسير وثقافة اليد السفلى وليس قيمة العمل. يجب القضاء على الفقر وليس استمرار فيه. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة النائبة المحترمة السيد الرئيس، السيد الوزير، كنشكركم السيد الوزير. ويمكن سهوا حنا التعديل اللي طلعنا للجنة فيه فقط الخصم المتعلق بمصاريف الدراسة، كل ما يتعلق بالمعاشات ما طلعناش الآن الجلسة العامة وسحبناه لأن تفهمنا ما قيل لنا في اللجنة، وللأسف كاين اللي ما فيه من شعبويه ما يكفي باش يركب على اي حاجه كاينه ولا ما كاينه. سي حسن، وانا دابا ملي انا كنطلب باش يتسحب، انا كنسحب سيدي الشعبويه، ولكن كاين اللي كيبغي يركب احيانا على اشياء لم تقع. انا ما قلناهاش السيد الرئيس. باش نرجعوا نستمروا في الموضوع ديالنا فيما يخص هذا الخصم، للاسف بالفعل
مجموعة الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة تتوجه للتعليم الخصوصي في المدن وأننا ندعموها غدا في المصاريف ديال الدعم، ما فيه حتى شي إجراء ماشي عادل أو لا إقصائي، بل على العكس هادو ناس كيهزوا جزء من الثقل ديال المسؤولية ديال التعليم. هذا القطاع الخاص حنا ماشي ضدو في المغرب وما عمرنا ما قلنا أننا ضدو، وفي استراتيجياتنا كنهضروا على أنه خصو يمثل 20% باش يساعد الدولة وسطروا عليها باش يساعد الدولة في تغطية ولا في التمكن من هذا الشيء التعليم. وللاسف هذه السنه اللي حنا كنهضروا، هذا الوقت اللي حنا كنهضروا 3 ايام هذا الاسبوع كاين هذا الاضراب ديال التعليم وكثر من 6 الاسابيع هذه السنه. فحنا بغينا القطاع العام يكون قوي، وان شاء الله بغينا المعلم والاستاذ يكون في وضع مريح والمدرسه في وضع مريح، وفي انتظار هذا الشيء لابد في اقرب الاجال من خصم جزء من اعباء التعليم واعباء المصاريف المدرسيه اللي كاينه عند الاسر، واللي كتقل الكاهل ديال هذه اسر اللي المداخيل ديالها هي 4000 و5000 و6000 درهم شهريا. شكرا سيدي. شكرا اخت فاطمه. فيما يخص التمدرس هذا نقاش ايضا متواصل. اليوم كاين مجموعه الاسر وحتى الاصلاح حدد واحد النسبه نتاع 20% نتاع ان خص يكون التمدرس تاع القطاع الخاص، هو واقع. وكاين اسر تبذل مجهود باش تضمن هذا التمدرس لابنائها وبناتها. السؤال واش هذاك النفقات اللي كيخصوا لذاك التمدرس نحيدوهم من الدخل ويولي معفى، وهذا اختيار واضح لتشجيع المدرسه الخصوصيه، او لا نبقاو في الفلسفه نتاع اننا نطوروا المدرسه العموميه باش نرفعوا المستوى نتاعها وترجع في مستوى اللي توجه الى التمدرس الخاص يولي اختياري. السيد عنده مدرسه عموميه ناجعه ومدرسه خصوصيه وله الحق ان يختار. هذا هو السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه. كنعتقدوا اليوم وحنا في مسار اصلاح نتاع قطاع التربيه الوطنيه وبتخصيص اعتمادات سنويه اضافيه ونقاش مستمر حول المدرسه العموميه، انه خصنا نخليو هذه المدرسه العموميه تشق الطريق نتاعها، عوض اننا نخلقوا اليه ضريبيه نوجه من خلالها طلب نحو التمدرس الخاص. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. لما كنتكلموا اليوم على التعليم الخصوصي في هذا التعديل، اليوم الحكومه وحنا عندنا واحد التصور اللي هو تكافؤ الفرص بين جميع الاسر المغربيه سواء الميسوره او الفقيره، وبالتالي التوجه ديالنا هو اننا نزيدوا ندعموا المدرسه العموميه، ماشي اننا نزيدوا ندعموا المواطن اللي كان عنده الحظ انه يقري الابناء ديالو في المدرسه الخصوصيه. سي اديب انت مؤيد سي. شكرا سيد الرئيس. انا عندي واحد السؤال بالنسبه لتنزيل قانون الاطار. نبدا بقانون لامبو سور لي سوسيتي. حنا نزلنا وقلنا في 2026 غنكون عندنا ان طو ديال 35% وديال 40%. انا كنشوف غير دستوريا واش يمكننا حنا، واش عندنا الحق نزيدوا في لوطو؟ ما عندناش حق نزيدوا في لوطو. دستوريا انا حددت لوطو 35 و40% 2026، والشركات اللي محدثه كاينه دابا ما عندناش الحق نزيدوا عليها، حيت دارت واحد البيزنس بلون على هذا الشيء كامل. الا هبطنا اترجعي يمكن لصالحها، مي قانونيا هذا ولكن الفقهاء معنا قانونيا ما عندناش الحق. دونك ما بقاش نقولوا نزيدوا، غير ما يمكنناش نزيدوا. هذه وحده. ثاني حاجه بالنسبه للسلك الدبلوماسي، راه كاين واحد دي كونفونسيون دو ريسيبروسيتي راهما معفيين وحنا معفيين باش كنمشي في هذا الاتجاه. بالنسبه للمعاشات كما قالت الاخت، المعاشات كاين 70% داباطمون فوق 168000، كاين 40% او دولا. دونك ما نبقاوش نقولوا لا خصنا راه كلشي معفي تقريبا. بالنسبه للمدارس هادشي ديال الدعم اللي بغينا نعاونوا الناس اللي كيمشيو للمدارس الخصوصيه، خصنا تكون واحد العداله اجتماعيه.